على موج البحر. مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم بودكاست على شط البحر. أنا أحمد دربالة. لا تملوا مني، بس لازم أذكر دائما إنه هذا بودكاست على شط البحر وأنا أحمد دربالة. اليوم معنا ضيفتنا الدكتورة غادة حمدون، ناشطة إعلامية وصيدلانية. بصراحة في كتير تعريفات لها، أنا ما راح أحكي عليها ما راح أعرف أكثر، وهي اللي تعرفنا عن حالها. مرحبا دكتورة. أهلين أستاذ أحمد، فرصة سعيدة للقاء معك وببرنامجك يعني على شط البحر. شفت كم حلقة منه. بتمنى أتابع كل حلقاتك طبعا. والله هو أصعب شيء تقول للإنسان عرف عن حالك. آه، يعني كثير صعب، وبالذات نحن ربينا بمجتمعات إنه عيب تحكي عن نفسك. فهي كثير كان إنه شو أنت تمدح حالك أو تحكي عن نفسك، مع إنه هي شيء خطأ. إنه الإنسان لازم يعرف عن نفسه والعالم تعرف مين هو. فأنا طبعا غادة حمدون باسمي، صغرت أم كبرت. اسمي غادة حمدون. أنا من مدينة حمص. للعلم أهل حمص ما بيقولوا لحمدون، بيقولوا لحمدون. فهي أوكي. كثير يعني بيفتحوها. ولكن هي كعائلة وحدة. أصل العائلة حمدون هي عائلة وحدة، ما بس بسوريا، بالوطن العربي كله. وأصل العائلة من اليمن، على ما وقت ما بحثت ودورت، فأصل العائلة من اليمن، عربية يعني. وليس عربية كما يشاع أصلية. إن عربية أصلية، وليس كما من الاسم حمدون من الحمد يعني. فكان يشاع قديما أنه أهل حمص أغلبهم تركمان يعني، ولكن هذه المعلومة يعني نحن كعائلة طلع لا، يعني أصلنا عرب، وليسوا لا إلنا نسب للأتراك أبدا. فهي معلومة كثير حبيت أنه يعني شارك الناس فيها، يمكن قليل اللي بيعرفها. لان كثير بيسالونا على صفحه على الفيس، حمدون حمدون تعرف في بحما، في ببنش، في يعني كثير بسوريا. من وين؟ بكفر تخاريم. حتى اخر مره احد الاصدقاء الاعلاميين كان عم يعمل مقابله، فقال لي منين بكفر تخاريم؟ قلت له شو بتميزوا اهل حمدون بكفر تخاريم؟ فقال لي عندهم اراضي كثير. قلت له معناتها هدول هن قرايبيننا. فهلا بقى استاذ احمد، انت اذا بتطالع لنا اصل اكثر لاهل حمدون بيطلع هيك عندهم شويه يعني لا. أكيد أكيد أكيد. او بيطلعوا امريكان بركي بناخذ تسير امريكي. على الظروف يعني، بتعرف احنا اليوم كسوريين كثير وضعنا صعب. انا يعني بمدينه حمص، ولدت بمدينه حمص وتربيت بمدينه حمص، حتى عشت فيها لحتى سن البكالوريا اخذتها في مدينه حمص. طبعا ربيت ببيئه كأي فتاة حمصية، ببيئة متدينة. يعني تدينها غير يعني، في محافظة ومتدينة بنفس الوقت. نعم. آه، ما هو التدين المتعصب اللي بخلي أيوة. الواحد يطلع عن دينه من الأخير يعني. تماما تماما. لا، كان والدي رحمة الله عليه، نحن 8 بنات، 8 أخوات وأخين. كان حريص جدا انه يعلمنا. والدي يعني معروف كشخصيه بمدينه حمص، عبد المجيد حمدون، وحتى في مقالات كتبت عنه. كان مشهور بالاصلاح ذات البين، يعني له شخصيه كاريزما معينه، مشهور جدا باصلاح ذات البين. وكتبت مع كثير من الصحفيين كتبوا عنه مقالات موجوده، حتى يعني بتشوف على جوجل، كان اسمه قاموس الحاج عبد المجيد، يعني سماه احد الصحفيين. فالمهم حرص عليه كونه اشتغل باصلاح ذات البيت، فكثير حرص على انه يعلمنا كبنات، ما يرضى يعني. حتى اي وحده مننا، احد اخواتي رسبت احد السنوات، فكان بدها تترك المدرسه، كان يعارض انه لانه يشوف المراه الضعيفه الغير متمكنه الغير هذا. فكان يشوف قديش يعني صعب عليها تعيش بحياتها. الحياة، ظروف الحياة كثير صعبة. وكان عودنا دائما نعتمد على نفسنا، مع أنه كان شخصية معروفة بالمدينة. وكان يعني هذيك الأيام يعني الكلمة إلى قيمتها، ما في زمن الواسطة والرشاوي، كانت الكلمة نعم. ابنة فلان، الشخصية الفلانية، في الكلمة هي. وين من فت كنت بأي مكان بالدولة فك، أو بمكان بدك تعمل أي إجراء قانوني، فكان خلاص بنت فلان، فمباشرة تسهلوا لك أمورك. كان يحرص ما يروح معنا، انه انتم بتروحوا بتعملوا انفسكم اوراقكم ومعاملاتكم، حتى يعني نعتمد على نفسنا. مع لك بهذاك نعم. الزمن أنا بتذكر كل البنات، يعني بنات جيلي ورفقاتي كذا، كانوا ابائهم يروحوا يعني بدهم يسجلوا بالجامعه، ابائهم تروح تسجلوا بالجامعه، بدهم يفتحوا على فتحه صيدلانيه، درس صيدله، بدها تفتح صيدليه، اجراءاتهم اهاليهم تعملون. انا كان اقول لا، لازم انت تروحي بنفسك تعملي كل هذه الاجراءات. وطبعا ومع الحفاظ على ديننا واخلاقنا، كان والدي غير متزمت.
يعني كانوا أصدقاء ويدخلوا إلى البيت. مثلا نحن نتحرج أحيانا، بدي أمر بدي كذا، يقولنا لا مروا، الرجال ما بتأكل النساء. شيء فهي حلو. كانت عبارة. شيء ايه حلو. فيعني، إيه فيعطينا ثقة إنه الرجال يعني جيدين، يعني ما مثل الثقة. نحن كان مفهوم، بتعرف المجتمعات التقليدية إنه يعني الرجل دائما ينظر إلى المرأة بنظرة ش... سلبية، أبدا ما كان. حتى يا ريت ما نجملها ونقول سلبية. دائما موصومين انه هن بيطلعوا على المرأة بنظرة شهوانية. أيوة، أيوة، تماما تماما. وللأسف ولكن للأسف دائما بصوروا الرجل انه هو، آسف للفظي، حيوان شهواني ما أيوة بي. يعني بتحسي حدا غربي عم بيحكي علينا. لا يا جماعة، لا والله نحن مو هيك. نحن حدا كثير بنحترم ونقدر المرأة. يعني المرأة بالنهاية أمنا وأختنا وتاج راسنا صحيح، يعني بالنهاية. صحيح. حتى نحن يعني ببيئة، يعني ما عم اقول لك اذا كنت صحيح متدينين محافظة، ولكن كان عادي مثلا نحن نقعد مع اولاد عمي، مع اولاد خالي، بصير نقاشات، بصير حوارات، نحن بحجابنا وبالتزامنا، زياراتنا ما في فصل نساء لحال ورجال لحال. شفت بعض المجتمعات الرجال لحال والنساء لحال، لا نحن عادي يعني نفس الشيء، ما في هالاختلاط اللي في يعني المتحلل كمان. يعني بتعرف بعض نعم. الاختلاطات تتجاوز الأخلاقيات، لا أبدا، في احترام يعني بالعائلي جدا. بين يعني مثلا أنا كنت سنة البكالوريا مثال، فكان مركزي بعيد عن يعني عن بيتي. فاضطر بدي سيارة، وكان صعب هذيك الأيام مواصلات بحمص، بدي أطلع بالمواصلات العامة فيمكن أتأخر. فكان إلي ابن خال هو عنده سيارة، فكان هو ياخذني ويجيبني. يعني شوف نحن عندنا ثقة جدا. فكان هو طبعا معه موظفات بنفس شغله، فالسيارة هي لشغله، يطلع معه موظفات ويمر ياخذني كمان أنا. فكان في عندنا هاي، عم اقول لك هذا النوع من الانفتاح وهذا النوع من الثقة، إعطاء الثقة للبنت، إعطاء الثقة للشاب. في أدبيات، في أخلاقيات. والدي يعني من أعضاء اللي أسسوا جمعية البر والخدمات الاجتماعية، جمعية خيرية من أكبر الجمعيات في سوريا. فكان حريص دائما يشاركنا بالأعمال معه، حتى تشكلت لجنة نسائية بجمعية البر وكنا نحن أعضاء فيها. فأنا تربيت بهذا الوصل مع ابنة، في مزيج بين الدين وبين المحافظة والانفتاح بنفس الوقت. حتى والدي كان يعني له أصدقاء. نحن مدينة حمص معروفة فيها بكل الطوائف، يعني كثيرة فيها طوائف، فكان له أصدقاء من كل الطوائف، كان له علاقات مع الكل. يعني ما انه والله محصور بس على المسلم على كذا كذا، لا، من كل الطوائف من اصدقاء. وانا تربيت بهذا الجو، فاصدقائنا من كل البيئات ولنا علاقات قويه بتربطنا معهم. فهي البيئه انا اللي نميت تربيت فيها، انه حافظه على ديني ولكن انا منفتحه على الاخرين. الحمد يا لله رب يا العالمين. يا يا أهلا وسهلا فيكي والله، ونعم التربية عن جد. للأسف في كتير شغلات حكيتيها نحن ما هي موجودة عنا بحلب، مثل إنه ابن العم أو ابن الخال أو ابن العم يوصل قريبته، بنت عمه أو بنت عمته أو كذا، بدون محرم بيناتهم وكذا. حتى ما بأمنه، يعني حتى لو بعته معه أخوه الصغير ما بيأمنه. طبعا مو كل حلب هيك. انا يعني عندنا حلبي، هاي انا الاعتراف. حلبي يعني بالنهايه عم بحكي عن حالي يا جماعه، بس مو اكيد مو كل حلب هيك يعني. بس انه اكيد. في نسبه لا يستهان بها بحلب هيك. طبعا بحلب في مسيح وفي ارمن وفي كراد وفي تركمان وفي دروز نحن عم نحكي على الفئه المسلمه. في كتير يعني صحيح، في عندنا هذا الشيء صحيح. بصراحه. دكتوره بدي اسالك انت، ايش بتشتغلي؟ الآن طبعا صيدلانية أخذت. طبعا أنا عشت بحمص. فترة البكالوريا كان عندنا منع الحجاب بالمدارس. وأنا طبعا محجبة، رفضت قيم الحجاب، كنت مع إني متفوقة بندرس بحياتي ما غبت. عفوا بحمص. يعني أنا في المدرسة بحمص، أيوة. واو. فهاي سنة بحمص صار في منع حجاب تماما، للطالبات. أيوة. هاي فترة، هاي بين ال 86 و 87 أنا أخذت شهادة البكالوريا بال 87. فصار لي قوية، مع أنه طلع ما في قرار، يعني ما في قانون يمنع هذا الشيء. كان تصرف استخباراتي بصراحة يعني، وليس قانون. ما موجود القانون. حتى أثناء نفسه الرئيس كان حافظ أسد طلع وصارت الحملة إذا بتتذكر بدمشق. نزلوا المظليات على الشوارع ونزعوا انا الحجاب ما من المدرسة. بتذكرها، بس بسمع فيها.
ايه بتسمع فيه؟ ايوه. ما بتذكر، مو مواليد الناس بيستغربوا هاي 95. القصة. ايوه انت ما شاء الله شباب لسه كنت هذا. فهاي القصه كثير انتشرت. فانا ما كنت بشام، كنت طبعا بحمص. بحمص ما صار قيمه حجابات بهاي الطريقه مثل ما صارت بدمشق، ولكن المدارس كثير شددوا علينا انه لازم ننزع حجابات. فكان عندنا مدرسين، يعني كنت انا سنه البكالوريا وكانوا اغلب المواد العلميه انا بالفرع العلمي، فكانوا يسمينا مدرسين. فكان صعب يعني بصراحه ننزع الحجاب، ومدارسنا مكشوفه، مدارس ملفتة فيها بناء وبراندات وكذا، يعني كانك في الشارع ما ممكن انك تنزع الحجاب. وانا بحياتي ما غبت يعني، حتى امرض ما غيب عن المدرسه، انه مريضه اتحامل على نفسي اروح المدرسه، وحب المدرسه جدا، بحب المدرسه. وبالذات نحن كان يعني ما لك بفتره كان في نظره على المحجبات انه هن يعني ما بيتعلموا، هن كسالى، ما بيهتموا بالدراسه بالتعليم. فكان في هيك من هاي النظره بهذاك الزمن. فكنت انا حريصه دائما انه لا، المحجبات ما له دخل يعني يربطوه بالتدين، يعني لا، الدين بالعكس حسنها التعليم. برأيك، عفوا للمقاطعة، برأيك مين المسؤول عن نشر مثل هيك أفكار يعني؟ هلا اكيد مرقت فتره على البلد فيها تجهيل، يعني ما بننكرها، بتعرف طويله الوضع بسوريا صار في تخلف، في يعني ارتبط الدين مع الاسف في فهم خاطئ للدين، بفهم خاطئ لتعليم النساء، انه المراه فقط هي بس بيتها وكذا، يعني حتى اذا بدها تتعلم تتعلم بس امور شرعيه ودينيه، ما لها دخل بالامور الكونيه. وهذا طبعا شيء خاطئ. فارتبط هذا الشيء بعد فترة معينة انه هن المحجبات ما بيهتموا بالتعليم، انه هدول بس يتزوجوا ولا بيوت ولا كذا. وحتى نشرت مقالات يعني حول هذا الشيء كثير، وكثير حتى اليوم في كثير ناس اخذين هاي الفكره انه المراه المحجبه هي فقط لبيتها واولادها. هذا مو شيء خاطئ، يعني انا ما ضد انه انا ابقى مع بيت لو بس هي المراه المحجبه، لا، هي انسانه، الى كيانها، هي يعني الى بالمجتمع، إلى وجودها بتساهم في تنمية المجتمع. كان موجود هذا الفترة جيدة. وكان اللي تصدر المشهد كانت منتشرة شو ما نسميها العلمانية أو القومية أو الأحزاب الشيوعية وهذا. طبعا كثير ناس انبهرت بهاي الأحزاب جدا. فكان يعني التقدم، مفهوم التقدم هذاك انه نزع الحجاب للاسف الشديد. يعني اذا انت بدك تتقدم لازم تكون غير محجب، فوجود حجاب يعني انت متخلف. فكانت كثير انا حريصه، يعني مع انه انا انسانه مرحه، بحب مرح، بحب المزح، بحب كذا، بس كنا نضطر بالمدرسه حتى نغير هاي الصوره عننا انه نحن ناس سلبيين، نحن ناس مشاغبين، نحن ناس كذا. نضطر نكون جديين اكثر، نبذل جهد اكثر حتى نفرجي انه لا، انا كمحجبه يعني صار عندي كثير مضاعف الشغل، انه انا محجبه، لا، ملتزمه، انا شاطره بدراستي، متفوقه بكل المواد، مو بس بالمواد الشرعيه او الدينيه كما يصورها. يعني هيك انتشرت الصوره النمطيه. ومع ذلك لحد الان، حتى انا جيت بعد ما جيت على تركيا وبدينا نجتمع بكثير مدن سوريه، والتوجهات التيارات يعني غير الاسلاميه، التيارات العلمانيه، فكثير في منهم كانوا يتفاجئوا وقت يعني يشوفوني انا كغاده انه عن جد هيك المحجبات، اول مره بنقابل وحده هيك محجبه ومنفتحه كذا. فكانوا يفاجئوني انه نحن انه خلاص يعني محجبه كنا صعب نحكي معها، محجبه صعب تكون صديقه إلنا. فإلى الحمد لله ما لك يعني اصدقاء من كل التيارات، انه دين يعني ديننا إلنا وبينه وبين ربنا، وبهمني مع الناس، بهمه الاخر مني من ديني، بهمه اخلاقي ومعاملتي. نعم نعم، فهذا أكيد كثير. أكيد. نعم نعم أكيد. فطبعا هي الفترة أنا أخذت فيها البكالوريا، اضطريت طبعا هون كونه منعوا الحجاب، فرفضت انزع الحجاب. فخرجت من المدرسة واضطريت أدرسها لحالي، يعني قدمتها. فأول شيء طبعا كان بخوف إنه قبله يمكن ما يخلوا كنت أقدم البكالوريا أبدا. فاعتمدت على نفسي وحطيت بعض الدروس الخصوصية بالرياضيات، وتعرف اللون المواد العلمية. باقي المواد أكيد. تقريبا درستها لحالي درستها. كان طبعا انا اخواتي معلمات، يعني كلهم ما شاء الله، معلك انا كلنا من بيئه يعني كله متعلمه ومدرسات، فساعدوني طبعا ببعض المواد، مثل اللي اخذت مدرسه علوم ساعدتني بالرياضيات والعلوم، اخذت مدرسه لغه عربيه. طبعا جهد صعب، يعني صعب انت تعرف متعود على المدرسه كل يوم في واجبات في كذا بتابعك، بين ما انت صرت انت بدك تقسم هذا الشيء، فهذا جعل علي مسؤوليه اكثر، وتعودت اني اعتمد على نفسي اكثر. طبعا امان لكن اخواتي مدرسات، فكنت دائما يعني تعلمت منهم كيف تتصحح المواد، كيف اشوفهم كيف عم يصححوا، كيف عم يحطوا الاسئله. فهذا كمان اعطاني شوي يعني
انه اقدر انا اقدم البكالوريا لحالي بدون ما اكون في المدرسه. كان هذه الايام كثير صعب انك يعني عاده اللي بيقدم بكالوريا لحاله كانوا كبار السن، يعني اللي كبروا اللي تاخروا، عرفت يعني اجتهم ظروف تاخروا، فما تلاقي واحد يقدم بكالوريا حره هو على عمره الطبيعي. يعني انا بنت 17 سنه انه تقدم بكالوريا حره قليله تنوجد. طبعا مو كنت انا لحالي، فكان في كذا وحده من الصديقات تركنا المدرسه وقررنا انه نقدم البكالوريا لحالنا. واختي كانت حتى 11 كمان تركت المدرسه، كانت سنتين اختي قدمت لحالها. والحمد لله يعني تعرضت فيها يعني حتى صار في خطأ بعلاماتي بالبكالوريا كمان، هي عانيت فيها شوي. انه انا متاكد مجموع معين بدي ادخل فيه، يعني انا متفوقه طول عمري بطلع اولى ثاني بالهذا، فانت بنقصوا لك 10 علامات. فالحمد لله قدرت صحح العلامات واعمل اعتراض ومساعده بعض الاصدقاء. هذاك الايام كانت شوي صعبه معامله اجراء تعديل العلامات، والحمد لله يعني تعدلت علامات وقدرت يعني ادخل. حتى يعني كان بهيئ لي مجموعه دي ايام ادخل حتى طب بشري، بس اخترت الصيدله طبعا لاسباب تقليديه. في ذاك الوقت انا اخترت الصيدله. اكيد اكيد في عنا شغلات تقليديه نحن بتفرض علينا مستقبلنا للاسف، انه صحيح اللي بده يفتخر بابنه دكتور او مهندس، آه، اللي تماما. بده انت اللي تجمع مجموع بده عالي يعني. تماما تمام احمد، اللي انت تجمع مجموع عالي غاده شلون تفوت مثلا فرع يعني تدريس او كذا او شيء يعني، او يعني فلا لازم تفوت صيدله. وكان معمل لك بهذيك الايام عندنا بمدينه حمص قليل لتلاقي محجبه يعني هي بصيدليه صيدلانيه او مم. طبيبه، كثير قليل يعني. ما بنكر ما كانوا طبق المسيحيين، مع ان المسيحيين بحمص ما بيمثلوا، كانوا 3 او 4% على ما اظن بمدينه حمص، ولكن تلاقي اكثر الصيدلانيات مسيحيات او من غير الغير محجبات. فكان هاي المهن ما لك ما كانت محجبات. بدي طبعا في كان قبلي طبعا غير انا محجبي، كان في عده صيدلانيات محجبات، ولكن كانت قليله. يعني انه البنت المحجبه ما لك كان هذاك النمط انه على التدريس او على شيء ديني. اما انه تفوت صيدله او طبيبي او مهندسه لسه اصعب كمان. نعم نعم. فكان فكانت كثير يعني هاي الفكره ماخوذه عنا. فانا اخترت الصيدله طبعا الطب لانه طبعا تعرف التفكير انه طريق طويل على البنت. تعرف مجتمعنا المراه يعني اذا تزوج لازم تتزوج، يعني هاي التفكير نمطي لازم تتزوج. صحيح اكيد هي سن، ولكن الحتميه هاي الحتميه درست دغري يعني خلصت جامعه لازم دغري تتزوج. انه هذا حيعيق حتتاخر اذا كنت طب يعني طريقه طويل وكذا كذا. خوفوني راح كثير. تعنس راح تعنس. ايوه رحت على الناس تماما، رحت على الناس ايوه. فلا اختص فوت الصيدله لانه الصيدله ايسر وممكن حد يساعدك فيها. وكانت مع الاسف الشديد انا يعني كنت ضد هالفكره كثير، انه تدرس صيدله وتروح تعطي شهادتها لاخوها او لابوها او لزوجها بالمستقبل. فهاي كمان هاي الصيدلانيات كثير كنا يعني يرغبوا للمهندسين. فالمهندس اكثر ببلدنا هذه الايام اذا بالثمانينات كلهم موظفين، اكثر مهندسين كان قطاع توظيف يعني بالدوائر الدولي. قليل تلاقي، ما كان في مشاريع يعني حقيقيه بسوريا. فتلاقي يطلعوا موظف بعد الظهر يروح يدور على الصيدلانيه. فكنت انا ارفض، ما بدي اخذ مهندس، انه لان بس يجي ياخذ الشهاده انه شان صيدلانيه ويفتح، عرفت فيها. نعم. فكانت كمان هاي عندنا كثير هاي النظره. والحمد لله حتى وقت فتحت صيدليه فتحت بنفسي وكنت داوم فيها يعني كل الدوام انا. وحتى وقت يعني استعين بحدي انا موجوده يعني طوال فتره الدوام. يعني كنت انا موجوده، ما اتخلف ابدا عن الدوام. وما اعتمد حتى لو مع حدي، ما اعتمد على حد شخص اخر زوج او اخ او كذا انه يدير الصيدليه. بس ما جاوبتيني انت، ايش عم تشتغلي هلا؟ هلا حاليا طبعا تعرف انت ظروفنا، طلعنا من سوريا ونحن اهل الشهادات العلميه. هون عندنا بتركيا واجهتنا مشكله الجنسيه. انت انا كشهاده الصيدله لازم يكون معي مجنسه حتى اشتغل بالصيدله. نعم. والتعديل، التعديل ممكن انا اعدل بعدين، سمحوا لنا بالتعديل، حطينا اوراقنا بالتعديل. ولكن صدمنا انه انا اذا ما معي جنسيه ما اقدر اشتغل بهاي المهنه. يعني اذا بدي اشتغل فيها كصان يعني كعامل، عرفت، مو انه نعم كصيدلانيه. وانا نعم نعم. بعمري كان صعب علي والله انا افوت يعني عامل بقلب الصيدليه، عرفت كيف؟ صعب. يمكن الشباب يفوتوا او شيء او مندوب طبي، فكان صعب علي. فسبحان الله ما صرت اتطوع يعني، ما الاقي شغل. كنت بعمر
يعني وقت جيت أنا على تركيا كان عمري تقريبا 47 سنة. فأنت بتلاقي فرصة عمل، الشباب ما بتلاقي فرصة عمل، تعرف يعني نعم جيت على نعم. مجتمع الشباب صعب علي تلاقي. بقى كيف أنا كبرت في السن وبس عديت ال40، تعرف الوظائف حتى المنظمات حتى الجمعيات ما بدهم هذا العمر، يعني طبعا بدهم عمر عمر كبير ما راح يرغبوا له، هنا بيرغبوا للشباب الصغيرة اللي بتتحمل ضغط، اللي بتتحمل دعك. ضغط عمل، ايوه ضغط عمل. بدهم يمسكوا الشاب الصغير ويطالعوه عن تمام. دينه صحيح. وكامرأة بتعرف احنا مجتمعنا ما خرج يعني خاطر ما عندي خبرة بالتجارة وما تجارة وهالأمور، يعني بتعرف تشتغلوا فيها الرجال. فكانت أو أنت تاع ثقة، يعني أنت رأس مال، ما معك رأس مال بسيط، الأدوية بدها رأس مال كبير. فصار بديت أتطوع بالمجالات الدعوية، بمجالات الاجتماعية، الوعي. لقيت يعني أنا اختلطتهم بسوريين كثير. مدينة حمص بشكل عام كمدينة فعلا عن جد فيها فارق عن بقية المدن، فيها وعي كثير. الناس كلها بتحب التعليم، يعني أكثر النساء متعلمات. لقيت في فرق كثير، في جهل كثير ببعض المدن السورية أو الأرياف، يعني مختلف في كثير. في ومع الثورة فصار التجهيل أكثر بسبب تعرف ناس ما راحت على المدارس. نعم نعم فأنا كثير نعم. في أنزل كتير في ناس في ما عادات، في راحت. تقاليد سيئة يعني. فصرت أفكر إنه أنا شلون ممكن نساعد الناس، وين في جمعية، وين في نشاط ممكن عم نشتغل هيك على التمكين، على توعية النساء. نساء فوضت أزواجها، نساء دور أيتام صرنا نتطوع فيها. نقدم كله كان تطوعي، عملت كله تطوعي يعني. دكتورة بدي أسألك، مين هن الجهات اللي القائمة على هي الأمور، على هي الحملات، حملات التوعية اللي عم تحكي عليها؟ هلا بعملك بتختلف حسب الجهات، في بعض جهات إسلامية وفي بعض جهات علمانية، يعني كل طيب مجتمع. برأيك عم بيوصلوا لنتيجة هدول؟ هلا هي أنا يعني هي الجهات لو تكاتفت مع بعض أنا بحس إنه بتعطي أثر أكثر. بس هن حدا كتير عم بحبوا يشتغلوا منفردين، يعني خمسة ستة عاملين جروب وتعوا يلا صحيح. نعمل حملة توعية وكذا. عم مع الأسف تأثر، عم أستاذ بتأثر أحمد، هاي. مع الأسف أستاذ أحمد نحن ما عم نشوف شو حاجة المرأة السورية. يعني أنا اللي صار لي هون 10 سنين، دخلنا بال 11 سنة، كثير حضرت مع منظمات ومع كذا. الشيء اللي عم ينشغل ما حاجة المرأة السورية. يعني نحن وين بنكون؟ كل النساء بدها تعمل، بدها تشتغل، بدها مورد. فهن حتى المهن اللي عم يمكنوها فيها ما يعني ما لها عمل. يعني انت مثلا بيجوا بيعلموها سوق، بيعلموها، يعني السوق ما بحاجه هذا الشيء، عرفت؟ يعني عم يعلموها نعم. شيء السوق ما بحاجته. انت هون بتركيا في شيء منافس كثير إلى، يعني ما عم يمكنوها لتوصل لدرجه. يعني مثلا تعلمت مهنه مثلا، ولكن تكون هي محتاجه مستقلة. لتسويق. هي محتاجه لتسويق، يعني مثلا انا عندي منتج محتاجه اتعلم كيف اسوقه. مع الاسف انا ما بخفيك اكثر المنظمات كانت يعني هدفها هي كإنشاء منظمة، يعني نساء، نحن عم نشتغل على نساء، ما هيك الداعم بده. فإنه عم نمكن النساء وكذا. ولكن حقيقة أكثر البرامج ضعيفة جدا، لا يعني لا تلبي حاجات النساء، لا تلبي حاجات النساء. يعني مثال على مثال، مثلا أنا كنت أطرح عليهم تعليم اللغة مثلا، ما يعلموا. يعني يا جماعة نحن محتاجين لغات قليل، يعني أو إذا عملوا دورات لغات او اندماج بين السوريات والاتراك، نتعرف على ثقافات بعض. مشاريع جدا ضعيفه، انا بقول لك يعني كثير ضعيفه. طبعا حتى بتعرف انت، ما تخفى عليك، حتى تركيا ما اشتغلت على موضوع الاندماج بشكل قوي. كان شكلي يعني موضوع الاندماج كان مبادرات فرديه من جمعيات، من ناشطات يعني تركيات مثلنا مثلهم. فكان هاي هاللقاءات. فبتعرف انت هيك مشاريع بدها دعم، بدها دولة تدعمها، بدها جهات قوية تدعم هاي المشاريع حتى تقوى النساء فيها. أكثر المنظمات كانت يعني توعية قانونية أكثر بحقوق المرأة. بالذات هون بتركيا شفت صار يصير تعدد بالزواج، وتركيا هون بقانونها يمنع التعدد. نعم فكانت نعم. أكثر دورات هيك. مع الأسف يعني ما لا تلبي حاجة النساء. نعم. طيب دكتورة بدي أسألك عن انخراط المجتمع التركي أو انخراطنا نحن في المجتمع التركي بالحملات اللي حضرتك عم تحكي عليها. آه أول شيء كيف كان التواصل بيناتكم؟ وكان في عند الأتراك هي النظرة الفوقية اللي كلياتنا بنشوفها نحن هون بتركيا؟
مع الأسف يعني هلا ما بدك ما الكل يعني ما بدنا نعمم تعميم خاطئ، يعني أنا درست مهارات تفكير، فدائما التعميم على أي مجتمع هو اكيد خاطئ، إذا أنت اكيد ما عندك اكيد دراسة. اكيد ما عم نعمم، اكيد ما عم نعمم نحن، بس انه انا حدا من الاشخاص كنت عم بحضر كورس لصناعة الافلام، او يمكن كان كورس تصوير فوتوغرافي، القائم على مشروع سوريين، وفي حضور اتراك. الحضور الاتراك اللي جايين يتعلموا كانوا عم يضربوا نفسيات على الاستاذ اللي كان عم يعطينا المحاضرة، وكان عم يعلمنا اساسيات تصوير. وبنفس الوقت في عندهم هي النظرة الفوقية. فهداك كان مشروع تعليمي، وكنا أغلبنا شباب صغار وكذا. ممكن إذا بدر هيك تصرف من هيك شخص نعطيه إنه ما نلومه، بس أنتوا بوضعكم هاد كمان في عندكم هيك شيء. هلا في نظرة خاطئة، كان نظرة خاطئة، يعني انه انتم لاجئات، يعني كانوا متوقعيننا انه يعني شفت إن مجتمع كامل نزح، يعني هون تركيا بسبب الحدود المشتركة والتاريخ المشترك، فانت مجتمع كامل دخل. فاكيد في يعني كسوريين في ناس اكيد هن اميين، شوي عندهم تخلف، عندهم عدم حسن تصرف، عدم وعي، ولكن ليس كل المجتمع. هني كانوا ما اخذين هاي الفكره، لحتى بده يشوفونا نحن طبعا عن طريق الجمعيات. لا للامانه بعض الاخوات كثير كانوا واعين، صاروا يطلعوا من خلالنا لقاءات. طبعا اكثرهم اللي كانوا يشتغلوا بالجامعات، فهن بدهم يعملوا ابحاث عن اللاجئين، فكانوا هدول يتواصلوا كثير معنا، وهدول كانوا لا عندهم شويه وعي عن المجتمع السوري. اما الباقيين لا، في كثير عندهم انه نحن يعني يسالونا بعض الاسئله، يستغربوا انه والله نحن نعرف انه انا دكتوره، هاي مهندسه، هاي مدرسه، هاي كذا، هاي صحفيه، فيتفاجئوا من هذا الشيء. فما لك في افكار خاطئه كثير كثير كانت عن المجتمع السوري من الاشتراك، مثل ما نحن عندنا افكار خاطئه عن المجتمع التركي اكيد. يعني هيك كمان كسوريين جينا محملين ببعض الافكار الخاطئه عن المجتمع نعم التركي، وقت اللي نعم نزلنا أكيد. على ارض الواقع تغيرت كثير نظرتنا. لا الاتراك مو كلهم سواسي، يعني انا لليوم مع كل هالحملات اللي هي بتعرف العنصريه اللي فترة الانتخابات اتخذت ضد اللاجئين وضد السوريين بشكل خاص، كان في ناس تقف معنا وناس تجتمع فينا، وناس أنا بالحقيقة لهلأ بقابلهم وبيدعوني وبيحرصوا على إنه يتضامنوا معنا، أو يعني يطبطبوا علينا، بشوفونا مثلا إنه نحن زعلانين أو نبكي يتعاطفوا معنا. يتعاطفوا معنا. أيوة. يتعاطفوا معنا وهن بخافوا على حالهم انه احنا نشوفهم ونطلع عليهم بعين العنصريين. دكتورة بدي اسألك سؤال. النسوية وين موقع الشيء اللي عم تعملوه، وهل انت بتعترفي بالنسوية؟ هلا شوف أستاذ أحمد، دائما الإنسان المؤمن الحكمة ضالة المؤمن، ما هيك بقول إن الحكمة ضالة المؤمن، إن نعم وجدها نعم. أخذ. أنا بالمطلق لا أنكر أي تجربة ولا أخذ كل شيء منها، يعني ما ممكن أجيب النسوية أخذها كلياتها وما ممكن أرفضها كلياتها، تمام؟ نعم أي تجربة مجتمع آخر أنا ممكن أخذ منها الشيء اللي بيناسب مجتمعي، والشيء اللي ما بيناسب مجتمعي أنا برفضها. هل النسوية كفكرة هي كلياتها مرفوضة؟ لا، هي النسوية بكل مكان بالعالم هي حقيقة طلعت من أجل مطالبة أو رفع ظلم، نقول رفع ظلم عن حالة معينة. بعض البلاد مثلا من أجل حقوقها بالعمل، بعض البلاد من أجل حقوقها بالميراث، بعض البلاد من أجل حقوقها كحياة زوجية. فكل مجتمع كانت النساء تناضل فيه وتشكلت ما تسمى الحركة النسوية. هل بعدين مثلا هل هي كل شيء فيها يناسب مجتمعي أنا أو يناسب غادة كإنسان مسلم؟ ولكن أساس الفكرة ليس كما يروج لها إنه هي جاءت لتهديم الدين، لتهديم الأسرة، لتهديم كذا. بصراحة أنا كثير يعني إلي صديقات كثير نسويات وقعدت معهم كثير وحضرت كثير ندوات، ما حسيت انه هن هدفهم يجوا يدمروا الدين، او هن هدفهم عن جد يدمروا المجتمع كما يصور عنهم. انا هدول عم بحكي لك على تجربتي اللي عشت انا معهم هون بغازي عنتاب بتركيا. اكثرهم كانوا عن جد جايين ليوعوا النساء ليعرفون حقوقهم، ما لهم وما عليهم، تمام. نعم طبعا هاي نعم. بتختلف من جمعيه لجمعيه، من منظمه لمنظمه، من فئه معينه لفئه معينه، الشخصيه نفسها اللي عم بتقدم حسب
حسب كل منظمة وحسب كل جمعية، أصلا على المقاطعة حسب كل جمعية وكل منظمة أهدافها المكتوبة لحد تأسيس لما تأسس هي الجمعية. صحيح. هلا بصراحة أنا يعني مكون فكرة قريب على الشيء اللي حضرتك عم تطرحيه، هو إنه النسوية الأوروبية يعني كثير هيك حد كثير قاسي، لدرجة إنه في جماعة منهم عم يشتغلوا لحتى يقضوا على الرجال، يقضوا على الرجال يعني ايوه صحيح. مو بس إنه من سوق العمل أو السطوة أو كذا، لا لا، يقضوا على الرجال نهائيا يعني. آه، صح. هديك النسوية شوي يعني مختلفة عن النسوية اللي عنا أنا، هي الفكرة اللي مكونة، فما بعرف صحيحة ولا لا. النسوية اللي نحن محتاجينها هون هي تعرف المرأة حقوقها، صحيح. بنفس الوقت تمكنها التمكين مضبوط، ممكن مو نفس التمكين كنا عم نحكي عليه قبل شوي، هو التمكين المضبوط انه انت لازم تعرفي وين مكانك، وانت وين وين قوية لحتى شوي تتحرري من هي السطوة. صحيح. فما بعرف اذا هي الفكرة مضبوطة ولا لا او هيك، بس طبعا انا اكيد عرفت قرأت عن النسوية. النسوية اول ما تأسست ب 1830 هيك شيء تقريبا. حاول تبين اظن. كانوا مجموعة نساء عم بيحاولوا يطلعوا من تحت سطوة الرجال ويكونوا هن يعني مستقلين أكثر، لأنه كان في عندهم حقوق مهضومه. كثير يعني، لدرجة إنه المصاري تبعات المرأة ما بصير هي تتصرف فيها، لازم زوجها يتصرف فيها. صحيح. حق التعليم، ممنوعة من التعليم. فهن مشان هدول القرارين عملوا حركه اسمها نسويه والى اخره، لما تطورت ووصلت لهون. انا برايي النسويه اللي كانت في عام 1830 نحن هلا بحاجه. صحيح. المملكة هي مملكة حسب كل مجتمع، يعني هي وقت بديت بأمريكا مثلا أو بأوروبا، يعني حتى أنا قرأت يعني إحداهن كانت يعني كانوا النساء إذا ألفت كتاب لا تستطيع أن تكتب اسمها، قتلت. كتبت أول امرأة بأمريكا كتبت اسمها على الكتاب قتلوها. فكان في مجتمعات يعني بالعكس نحن مجتمعاتنا أقل ظلم للنساء فيها. أنا كمجتمعات مسلمة وعربية الظلم النساء أقل بكثير من المجتمعات القديمة الأوروبية والأمريكية. طبعا هون النساء ناضلوا لحقوقهم بالعمل، كانت لا تأخذ حقوقها كعمل مثلا، تعمل بظروف كثير قاسية، رواتب قليلة، ما في إلى نفس الميزات اللي بيأخذها الرجل، ما بتوصل لأماكن صنع قرار. اليوم أنا يعني بحكي بمفهوم النسوي، أنا حماية النساء من الظلم، ما بس أنا بقول والله أنا بدي أوصل لمكان والله صنع قرار أو صير وزيرة أو صير رئيسة أو صير مسؤولة معينة أو طبيبة أو صيدلانية. أنا بدي أوصل لكل امرأة مظلومة. أنا إذا هذا مع هذا الفكر، بعض الجمعيات عم تشتغل على هذا الشيء، كل امرأة مظلومة فأنا بدي ساعدها، أقدم لها. يمكن هاي المرأة ما عم تتعلم، هاي المرأة الزوجة يعني طلقها بدون ما يعطيها حقوقها، فبدي أشوف أنا كل النساء هدول الفقيرات المهمشات شو هن بحاجته، أنا أدعمهم فيها. فأنا اليوم أنت إذا عم بعتبرها إنه هي هالتيار هي عم تدعى للتحرر من الدين، لا أظن. يعني مالك هدي ببلدهم حسب مجتمعاتهم، المجتمعات ما فيها دين يمكن تدعو تعتبر هي ظالمة الدين. هل نحن دين الإسلامي ظالم المرأة؟ لا. أنا لا كدين لا. الإسلامي لا يظلم المرأة. نحن الذي يظلم المرأة المجتمع، العادات، التقاليد. فأنا اليوم بطالب أنا وجود جمعيات إسلامية تهتم بالمرأة أكثر، تعطيها حقوقها. يعني أنا اليوم كامرأة مسلمة إذا انظلمت بدي أروح أبحث عن أي إنسان مثل ما بقول عن الشيطان لينصرني، صحيح؟ صحيح صحيح اكيد. فتمام. فأنا وقت ما بلاقي جهة إسلامية تدعمني وتنصرني، توجد لي فرصة عمل، إذا ظلمني زوجي يعني تنصرني وتعطيني حقي من الزوج الظالم. طبعا مو كل الرجال هي ظالمين، ولكن موجود فئات ما أخذت ميراثها، حرموها أهلها من الميراث، توجد لها هذا الحق وترجع لي أو توعيها. بعض النساء ما بتعرف إنه هذا حقها، يقول لك من حقه يضربني رجال، يعني ما نعرفان إنه هذا ما حقه يضربها. عرفت كيف؟ نعم نعم لو نعم. بتوجد هذه الجمعيات الإسلامية التي تدعم المرأة، أنا بأكد لك ما في امرأة مسلمة حتروح على جمعية نسوية غير إسلامية أو غير يعني علمانية.
فنحن حتى بدي اوجد بديل، حتى اقول للنساء لا تروحوا لهون. اما انا وقت تلاقي ما في بديل عندي، انا مظلومه بدي حقي. يعني انا انظلمت يعني بكثير. كل امراه سوريه، طبعا نحن المجتمع السوري ليست النساء فقط مظلومين، حتى الرجال مظلومين. يعني لا، انت اسال الرجال اكثر مظلومه يعني. فانا شلون مظلوم؟ انا بهمني اعرف شلون رجال مظلوم، انا مالي مظلوم. هلا انت مثلا مظلومين احنا بالمجتمع. يعني احنا بسوريا مين كان يستطيع ان يعني يتكلم عن الدوله او عن الرئيس، او ينتقد، مو رئيس، يعني تنتقد موظف في الدوله له او بالمخابرات او بالامن او كذا. لا رجال ولا نساء تستطيع ان تتكلم. يعني انت اذا اخذت حقك من حد من رجال الاستخبارات، نزعوا حق منك، ما لا رجال ولا نساء يستطيعون التكلم، لا هلا بالسياسه ولا غيره. نحن عم نحكي عن النسوية، هذول الجماعة بنحكي عليهم لما بدنا نلعنهم، لما بدنا نقول يلعن روحك يا حافظ، لما بدنا نقول يلعن ايوه. روحك يا بشار. فهذول بنحكي عليهم لما بنحكي بهيك مواضيع. بعدين هذول مين بيحسن يحكي معهم؟ يعني هذول الجماعة هذول استغفر الله العظيم. هلا انت مثلا، الرب وانا الموجود على بدك الارض. حقوق مثلا، تمام. انت بدك حقوق الرجل. يعني بعض العائلات انا بعرفها المهيمنه، العائلات الكبيره، يعني الاب سلطه الاب. مثلا الاب بيتحكم بالاولاد، لازم يبقوا يشتغلوا عنده، يعطيهم اوكي. مصروف، يعطيهم كذا. بيبقى لفتره معينه كبيره. في بعض العائلات انا بعرفها من عائلات كبيره بالمدن كلها، لازم الاب الولد بيصير عمره 40 سنه ولازم بياخذ راتبه من، يعني مصروف محدد من والده، مع انه بيشتغل كثير. لازم طالما الاب موجود في له السطوه، ما في عنده حريه ماليه. وبالمقابل كمان هو بصير ما عاد عنده حريه ماليه المراه. في طبعا الظلم اكثر على المراه واقع، اكيد اكثر من الرجال، اكيد. هذا ما في اثنين بيختلفوا عليه. يعني اي عمل بيعمله الرجل يبرر له. يعني الرجل ما عليه اذا عدد علاقات، الرجل ما عليه اذا شرب ارجيله، الرجل ما عليه اذا دخن، الرجل ما عليه اذا صعب. الرجال يعني ما بيعيبوا شيء، يعني هي ما بعيبه اقليه لا شيء، يعيب. تماما تماما. هي اكثر جمله بكرهها بشعبنا السوري. الرجال ما لا بعيبه يعيب. شيء. ما بعيبه شيء والمرأة معناتها يعيبها كله. الرجال ما بعيبه والمرأة شيء. يعيبها كله. صحيح. تماما تماما أنا حتى للاسف. أنا وقت أنا ممكن وجد جمعيات تساند المرأة. يعني التدين مثلا، إذا قلنا نحكي عن التدين، يعني كل الدين يختصر بلباس المرأة، كل الدين بلباس المرأة. طب يا نعم. أخي، في الرجال عم تسرق وعم تنصب وعم تعمل، يعني إنه أخطر على المجتمع. يعني إذا المرأة، أنا ما المرأة عم قلت، المرأة انا ما عم بقول اخطر. تتعرى، ايوه ما عم بقول تتعرى النساء، ويعني ولكن يعني يدققوا على ملابس. وهو الرجل ما له حريه. يعني تلاقي انا امشي الرجال يعني بلباس اليوم الجينز والقمصان الضيقه، وزوجته لازم تبقى بهذا اللباس. يعني تعرفوا اللباس زي التقليدي ببعض المناطق في سوريا. فلماذا يعني انت هيك؟ يعني بدك يكون في تناسق يعني بين لباسك وبين لباس زوجتك. يعني هذا اقل شيء. يعني انا بدي اتحضر، يعني الرسول ما هيك كان يلبس مثل لباسك. فاذا بدي انا زوجتي تلبس بلباس زوجات الرسول، فكنت انت البس لباس الرسول يعني. تمام. فنحن مع الاسف هذا الوعي يعني يوجه دائما، فيعني يعبأ الرجل ضد المرأة. يعني يعبأ المرأة يعني هي عرضك، هي صحيح يا اخي، بس هي امرأة، هي مسؤولة امام الله عن نفسها. انا كانسان مسلمي، الله وقت خاطبني بالقران خاطبني مثل الرجل. ما هيك وقت الامر تماما. بالصلاه امر الرجال والنساء، امر الصيام امر الرجال. يعني كل الاوامر بالدين مامورين فيها. منع الزنا عن الرجال والنساء، العقوبه تماما. للرجال والنساء. فليه تماما. انت مثلا هون بعض الحالات يعني كثير قليله للنساء، وبعض الحالات للرجال متخصصين فيها حسب طبيعه كل واحد فيهم. فانت ليه يعني هون عم تركز الدين كله على المراه والرجال ما عليه اتركوا يعني ايش ما كان يعمل؟ فمع الاسف ما في هذا التوعيه للرجال. حتى اذا اجت التوعيه من رجال الدين، لازم ننتبه على رجال الدين ما يوعوا بالغلط. لانه انا مره حضرت درس هون بغازي عنتاب، كان عم بيأمر وعم بيحس الشباب انه على صيام اثنين وخميس، واذا يكثروا من توحيد الله وذكر الله ويداوموا على الصلاه. ولحد الان يعني لحد هون كله تمام. يعني هذا الشيء بيعجبني بصراحه. يعني هذا لما يوصل لبين ما وصل ذكر قصة إنه واحد كان قبل ما يتزوج كثير حدا مداوم مع الجامع وإلى آخره. ولما تزوج مرته ما عاد تخليه يروح الجامع مشان يقضي وقت معه.
فهون هذا الشيخ الفاضل آه، شبه المرأة بالشيطان. ما سمعت أستاذ أحمد. شبه المرأة بالشيطان، أيوة. أوه. انه هي اللي صارت تمسك هذا الشاب اللي كان مدون بالجامع بعد ما تزوج، صارت تمسكه عن الذهاب للجامع. أيوة. بصراحة أنا كثير انزعجت، تمام، انزعجت أكثر إنه في شباب صغيرة أعمار 15 و14 و16، يعني هدول إذا من هذا العمر اتعبى بمخهم إن المرأة شيطان، فلما يكبروا ويتزوجوا ويصير عندهم بنات كيف رح يعاملوهم؟ بنفس الوقت يعني هذا الطفل اللي عمره 14 15 بكره بده يصير 20، في عنده أخوة بالبيت، في عنده والدته، يعني المشكلة إذا تعبت هي الفكرة براسه. فحتى لو اجى رجل الدين الفاضل اللي مربي لحية، وهي اللحية يعني أنا ما راح أحكي عليها لأنه راح نظلم كثير ناس، حتى هذا بده مين يوعي إنه المرأة ما هي شيء. أبدا. بس النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي نزل جبريل قال له بشر خديجة من بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يعني شوف كيف النبي عامل زوجاته. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا ضرب خادم يعني. فنحن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان لفاطمة يعني تعامل النبي مع زوجاته. هذا نحن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام تماما. الإسلام كرم المرأة. الإسلام كرم المرأة. لا تمنع إماء الله مساجد الله. يعني ما منعت المرأة بالإسلام من شيء. شاركت بالحروب الامرأة يعني. غزوة كلنا بنعرف غزوة أحد كان مين اللي حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وقت اللي انفض عنه الرجال؟ كانت امرأة سيدتنا أم عمارة شيبة المازنية. نعم فامرأة دافعت عنه يعني. فهذا الإسلام حتى سيدنا عمر قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. فحتى ما معروف اسمها يعني امرأة عادية. يعني مو إنه امرأة معروفة أو مشهورة هي وإجت خاطب طول عمرها. امرأة بسيطة من عامة نعم الناس نعم جادلت نعم. عمر. وحده والله إلى مكان اجتماعي. امرأة جدا بسيطة قالت آمت وحكته ما خافت من عمر. فهي الامرأة امرأة سورة المجادلة بالقرآن الكريم سمع الله قولها يعني. ونزلت النبي في نفس الجلسة نزل الوحي وقت المرأة عم تجادله وقت تشكي له زوجها. هذه المرأة يعني اللي تكلم عنها القرآن وتكلم عنها الإسلام. هذه اللي في عقول يعني العادات والتقاليد وليست من الإسلام مع الأسف. وقت نحن نرجع لديننا ولإسلامنا صدقا حتنهض النساء وحتتعلم وتقرأ كثير حتى من التابعيات. ابنة سعيد بن المسيب كانت وقت تزوجت كان زوجها تلميذ أبوها سعيد بن المسيب. فوقت اللي إجا بده يطلع ما بده يضيع درس سعيد. فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد. فكان عندها كل علم أبيها. فهيك كانت نعم النساء. نعم. فهي الإسلام ولكن إذا انتهضنا أنا هيك نظام ما راح نكون بعريش. بحاجة لحركات نسوية وهذه الحركات نسوية. عم بقول إذا ما بحاجة انتهضنا هيك أبدا ما نهضة، بحاجة أبدا أبدا أبدا. أبدا ما بحاجة نحن لو بنطبق إسلامي صدقا ما بحاجة للنسوي. ولكن أنا وقت ما بطبق إسلامي طبعا الناس العاديات بسطاء النساء اللي ما بتعرف حقوقها اللي ما بتعرف ما عندها الوعي بدينها. فبدها تلجأ مين ما لك أنا وقت بنظلم بدي أدور على الشيطان لينصرني يعني. مين بده ينصر ما بدور مين دينه أصلا. أنا وقت بكون مظلومة ما بدور بقول مين بيساعدني مين. أنت وقت بيوقع عندك حريق أستاذ أحمد في البيت تسأل هذا مسيحي ولا مسلم ولا كذا اللي عم يجي يطفي لك الحريق؟ ما بتسأل. فأنا نفسي وقت وقع علي ظلم النساء هون اليوم بتركيا عم يوقع عليهم ظلم. عم تتزوج ما بتعرف هي انه ما بصير تتزوج بعقد زواج شرعي يعني. لازم يكون مثبت مدنيا هون في تركيا عقد الزواج. فهي بتتزوج حقوقها كلها ما عم تاخذها. اولادها ما بتتقيد ما لهم حقوق اولادها. يعني هي راح تحقق وراح اولادها بالنسب. فهون اذا لقيت جهه عم توجهها لتاخذ حقوقها ما حتسال طب انا وين الجهات الاسلاميه اللي هي تيجي تنصر هاي المراه الضعيفه؟ ما في لها قوه. يعني نحكي نكون واقعيين ما في لها قوه. اما باقي الجمعيات انا اللي بروح عليها اللي هي عم تدعم النساء واللي عم تقدم لهم استشارات قانونيه كلها جمعيات يعني هي نسويه. هي اللي عم توجه النساء وتدعمها. فانا اوجد لجمعيه اسلاميه تقدم لها استشارات قانونيه للمراه ودعم وكذا. اكيد انا كلنا حنذهب لهم ما حنروح للجمعيات النسويه.
الشيء الجيد اللي عم نعمله انا ما بقدر انكره، يعني انا الشيء جيد عم شوفه عم بتقدم، ما بقدر اقول هذا سيء. تمام، ما بقدر اقول انا عم بتقدم اشاره قانونيه، عم توعيني تقول لي حقوقك، وحده ما معها كملك عم تروح تساعدها فيه، وحده ما بتعرف يعني. فهذا شيء جيد. او قاموا ببعض الدورات وبعض يعني الرحل الترفيهيه، الدعم النفسي، هذا بحاجه الى النساء السوريات. كثير يعني امور ما بيعرفوها كانوا بالقانون التركي وعونا عليها. فهذا أنا ما بقدر انكر هذا الجانب يعني الايجابي بهاي الجمعيات. اما بعض الجمعيات اذا عم تقول انه هن بيدعوا على تهديم الاسره، لا هي يعني ما في مستحيل انا انساني اسرتي سليمه اخربها يعني مستحيل. استاذ احمد انت قاعد وسعيد يجي واحد يخرب، يعني يقدر يخرب لك بيتك. اما ايه ما تكون انا بالاصل عندي مشكله بالاسره، وفي عندي مشكله بالاسره، بدي اطلع منها، وبدي الانسان بوعيني انه انا هذا ما صح، فساعتها بترك. اما انا عايشه ومدلله ومرفهه ومكرمه، مستحيل. انا يعني انا انا تربيت ببيئه ما بتذكر يعني غير رجال نحن مدللين، يعني واعين عم يحرصوا على خدمتنا، على تعليمنا، على احترامنا. يعني انا كإنسانة محجبة، يعني حتى أنا بذكرها دائما، المرأة المحجبة بعائلتي وبمدينتي جدا مكرمة. اللي أهان النظام هو اللي أهان المرأة المحجبة، هو اللي من وضع الحجاب. سياسات هي تهين النساء المحجبات، نهمش كنا، يعني نهمش أنا كامرأة محجبة، وهمش من المناصب، همش من الوظائف المهمة. المرأة المحجبة يعني حتى تتوظف وظيفتها من حقها، يعني سنوات كثير تلاقي وحدة غير محجبة توضع الأولويات إلى. فهي تعاني من الدولة وليس من العائلة. يعني عم بحكي لك عن نفسي كعائلتي كمدينة حمص، النساء المحجبات جدا مكرمات ومحترمات من عائلاتهم من أزواجهم، مدللات يعني بصراحة، يعني مدللات، لا يعني ما تجيب كل شيء. يعني ملكة أنا بعتبرها كانت المرأة في مجتمعنا. عم بحكي مدينة حمص، أنا باقي المدن أكيد في غير بيحكي عن كل مين، عن مدينته، عن جوه، عن عائلته. أكيد حتى نحن ما بس حرصوا على تعليمنا. انا بدي اضيف لك من سيرتي الذاتيه، انا ما بس تعلمت الصيدله، فكان صعب انه مع الصيدله اتعلم كل امور ديني. انا درست كل الدراسات العلوم الشرعيه الحمد لله رب العالمين، يعني درستها ومعي اجازات بالقران الكريم. العلوم الشرعيه كل مواد شرعيه انا اخذ فيهم شهادات. فهاي يعني كانوا حريصين انه يعطونا العلمين معا، نعرف حقوقنا الدينيه والدنيويه. فهذا انا المجتمع تماما بيت فيه مجتمع تماما. للاسف في عندنا كثير، هذا الاسلام. في عندنا كثير نسبه عاليه من السيدات ما بتعرف حقوقها لا شرعيا ولا صحيح. دنيويا. فلهيك في كثير منهم راحوا على اوروبا لما عرفوا انه في لهم حقوق، صحيح. طبعا عن طريق جمعيات نسويه وهو الى اخره. بسرعه طلقوا بدون ما يطلعوا وراهم، بسرعه طلقوا وتركوا الاطفال للسوسيال او للاب. حتى الاولاد ما عاد بتضايقهم لهالدرجه. لما بتعرف حالها انها مقدوره فمباشره بيصير الرفض. وبصراحه أكيد. يعني بدها توعيه. المرأة اللي ما بتعرف حقوقها بدها توعية، بدها حدا بصراحة يوعيها. يعني كثير الموضوع صراحة صعب لدرجة. يعني سيد أحمد، أنا من يوم كان عندنا لقاء مع الأخوات وعم يحكي عن النسوية، كان الموضوع هو عن النسوية. كانت إحدى الأخوات يعني بكينا كلنا عليها، يعني تزوج زوجها ظالم جدا، كان يضربها، يقول لها أنت يعني أنا يعني ما بتركك إياه، بدي جننك أو بدي شردك يعني. طبعا كان نتيجة اضطرت تترك أولادها لأنها ما بتقدر تعيشهم، أهلها استغنوا عنها، يعني أهلها ما بيدعموا، ما في حد، أبوها متوفي، أمها لجأت لأوروبا، أخذت أخواتها الصغار، تركتها هي بهذا الواقع. هي بتشتغل مستخدمة، قالت أنا جاي لأوعى وعوني، أنا ما بعرف شو حقوقي، ما بعرف شو لازم إلي. ما قالت أنا متعلمة تعليم بسيط، يمكن يعني أخذ الشهادة الابتدائية تقرأ وتكتب، ولكن قالت ما بعرف شيء، تقول أنا ما بعرف شيء بالحياة، علموني. علينا فالحالة إنه أحييها. اعتمدت على نفسها عم تشتغل. يعني تصور فتاة لحالها بعمر
يعني ببداية الثلاثينات عايشة لحالها، عم تصرف على نفسها، عم تعتمد مع نفسها، اخواتها ما سألوا عليها الى اخو الشباب، امها تركتها، زوجها ظلمها. فقالت لي انا خيفاني انا ماشي مصيري هلا طفلتي بنت عمرها 13، قالت بكره بزوجوها عمرها 13 ما تفطر شيء. يعني قالت ما لا نعلم شيء، نحن تزوجنا ما بنعرف شيء. فهاي يعني بتقول علموني انا ما بعرف شيء. تصور ولا شو بدي اعلمك؟ تقول ما بعرف شيء، انا ما بعرف شيء. بتصور هي بتقول أنا ما بعرف شيء. فهيك ما في غير تقول انا ما بعرف. يعني انا ابكي نبكي كلنا نبكي عليها. فموجوده مثل هذه الاخت كثير من مجتمعنا. طب هدول مين بيوعيهم؟ تيجي بتقول لي نسوي ما نسوي. طب هاي النسوي اللي جاي عم تحتضنها وتعلمها وتطبطب عليها وتشوف تساعدها، الحق على مين يعني؟ بالاخير الحق علينا نحن. طبعا بس يعني الحق انا على الأهل 100%. اكيد طبعا الاهل نفس البيئه. يعني ام ما بتعلمها، ام ما علمتها، لان الام غير متعلم. يعني الام ما حد يعلمها. الام صغيره تزوجت صغير، ما في وعي. ما خاصه انا والدتي تزوجت صغير بس في وعي بالعائله. يعني في اهتمام. يعني احيانا مو شرط الشهادات، في وعي بالعائلات، في وعي، في اهتمام بالمراه، في اهتمام بالدين، في اهتمام بالاخلاق، بالحقوق، يعطوها حقوقها. فبتتعلم هذا حق، هذا لك وهذا عليك. يعني انا إلي واجب وعلي حق. مزبوط. لي حق نعم بقدمه وبدي اخذ. فبعرف هذا إلي وهذا علي. تمام. يعني الحياه الزوجيه انا علي شيء وعليك شيء اخر كزوج. مزبوط. فهذا متبادل. فاما كله علي وانت ما في شيء يعني، او مثل ما قال لك شيطان المراه شيطان. فهذا قال بده يجننها. يعني كيف زوجتك اللي انجبت لك اولاد هي شيطان؟ كيف؟ فمفاهيم خاطئه. نحن انا بتمنى من منبرك احمد يعني انه يكون في جهات نحن كمسلمين تدعم المراه وتنصرها. يعني نحن اكثر المشايخ انا اللي بقعد معه كان اخذين صوره ورديه. يعني هو لانه جيد مع عائلته، هو هذا، ففكر كل المجتمع، او هو بمجتمعه ما في ظلم، فهو مفكر انه كل النساء ما مظلومات. انا بتمنى ننزل. يعني انا كداعي كذا انا بدي افوت لهي الطبقه المهمشه، والطبقه المتدينين الارستقراطيين. يعني مع الاسف نحن الدين ارتبط عنا بالارستقراطيه بكثير من الجماعات الاسلاميه. بالغنى ارتبط التدين بالغنى. نعم نعم نعم. كيف إذا معك السيارة الفلانية بيسافر للمنطقة الفلانية، جاي من أمريكا، جاي نعم من أمريكا كذا. يعني أنا هذا المجتمع اللي شفته المتدين، أنا اللي عشته المجتمع الارستقراطي. نعم أما نعم الطبقة المهمشة ما شفتها بالمتدينين. هدول مين لوين بدهم يلجأوا أستاذ؟ هلا بالثورة تعرفنا عليهم. هذا المجتمع نعم نعم. المهمش. للأسف وصلنا بوضعنا لمرحلة مثل كأنه بفرنسا ب 1700، يعني لما كان في حاكم وكان في كنيسة. هدول الاثنين صحيح. بتناقشوا بين بعض بأمور العامة، والعامة تروح تاكل هوا. ما عندهم مشكلة. صحيح. للأسف يعني صرنا بمرحلة هيك. في شغلة دائما بفكر فيها. يعني في حال صار مصالحة وأملنا على الأرض من النظام ببشر، والشعب اللي تهجر رجع مسؤولين. قديش رح يكون في فرق بين نسبة التعليم، بين نسبة المتعلمين اللي كانوا برا، وبين نسبة اللي وقف عندهم التعليم ب 2011 اللي ضلوا جاي؟ بتفكري بهيك شيء؟ بتحسي بهيك شيء انه اللي جوا منقطعين عن آه هذا العلم اللي نحن لما طلعنا لبرا شفناه واكتشفناه وتذوقناه؟ هي الحرية اللي عم نحكي فيها نحن، اللي صار لنا 10 سنين يعني عم نتدرب لحتى نحكي عليها. بتحسي اذا هذا الشعب مع هذا الشعب اذا تفاضلوا رح يكون في فروقات؟ انه يعني قصدك اذا رجعنا على سوريا انه يكون نفس تماما. الحريات لا وجود لا، النظام؟ مو هيك. لما صار مصالحه وراح النظام وجت حكومه جديده وكذا، انا عم بحكي على الشعب اللي برا والشعب اللي ضل جوا تحت ايد النظام. لما بدهم يرجعوا يتقابلوا قديش رح يكون في فرق بين نسبه ثقافه هذا وبين نسبه آه، العقليه الرجعيه للشعب اللي ضل جوا؟ والله بدنا شغل كثير يا استاذ احمد. اكيد يعني ما احنا هيك. اليوم يعني انت كسوري اللي قاعد بالبلاد العربيه بتختلف وضع لبنان عن وضع تركيا عن وضع السعوديه. اللي عاش باوروبا عن بامريكا، اكيد يعني تبقى ترجع تبنى مجتمع
بناء الإنسان. يعني نحن لذلك علينا كسوريين بكل مكان يكون الحمد لله النت سهلت علينا كثير التواصل، فدائما يعني اللقاءات تكون يعني عبر النت بكل هذه الفئات، نجتمع نتناقش نتحاور. يعني هلا أنا على الواتساب عندي كثير مجموعات فيها تحوي من كل هذه الشرائح، ناس بأمريكا، ناس بأوروبا، ناس بالداخل السوري سواء بمناطق النظام فعندي مجموعات تحتوي كل هذه الفئات. أحيانا يعني في نظرة بعض المجموعات نظرة للمرأة ما بعرف يعني سيئة، في نظرة للنساء. فأنت يعني بعض الأشخاص مش ما كبيرة هي النسبة، ولكن أو بعض الخلافات الدينية أحيانا المشاجرة على الواتساب، وهذا بيطلع وهذا بغادر المجموعة. واحد حاطط موسيقى بالفيديو، واحد يعني تصور. يعني نحن أكيد بدنا حضور دورات كثير بالتفكير بمهارة تغيير التفكير، هذا كثير بدنا شغل كثير عليه أكيد. يعني نحن الثورة نحن قمنا فيها ضد نظام مستبد، نحن بحاجة دائما أنا بقول محتاجين لثورة فكرية بصراحة. فنحن حتى ننجح السوريين محتاجين لهاي الثورة الفكرية، وإذا ما بدينا إياها لا نحن لازم نبدأ فيها. يعني بصراحة نبدأ فيها ونشتغل على المجتمعات، صير هاي اللقاءات دائما عبر وسائل التواصل من كل المجتمع، من المجتمع السوري بكل أطيافه بكل مكان. نطلع عن التخوين، يعني القاعد بمناطق نظام وما خاين، والقاعد كل شيء بالمناطق اللي ما بنسميها محررة، سلطة الأمر الواقع، لأن تعرف أنت شلون صارت جوا، يعني ما في محرر مع الأسف. كل واحد مهرهرة، خلينا نسميها مهرهرة، ما هي محررة، مهرهرة. فصارت يعني كل منطقة إلى تراتبية معينة. يعني إحدى الأخوات، يعني أكمل لك على مفهوم النسوي، يعني إحدى الأخوات قالت وقت طلعت من حلب لتيجي على تركيا هي غير محجبة، ولكن كل حاجز تمر عليه كان السائق هذا الحاجز مثلا نظام معلش هون مثلا فلاني دال 1000 عين 20 غطي، هون متر كذا معلش قيمة. فكان دائما كل الحواجز هدول بكل سوريا بكل أطيافها، فكان عم يكون على المرأة، الرجل هي زوجة معه ما حد قال له شيء، يعني نفس الرجال نفسه بنفس شكله بنفس مرأة كل الحواجز، ما حد حكاه شيء بالجنس تبعه. أما المرأة لازم كان يعني تطبق عليها كل هذه الأمور. فنحن كيف بدنا نرجع نعيش مع بعضنا بهذه الأفكار؟ يعني أنا بتمنى طبعا نرجع لسوريا ويكون تحررنا عن جد حقيقي وليس تحرر شكلي. يعني خلصنا من الاستبداد السياسي، نخلص من الاستبداد الاجتماعي بصراحة. نخلص لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. وهيك نزل ديننا نحن اليوم بسوريا. قبل الثورة الكنائس موجودة، الإسلام ما هد الكنائس، ما هد الكنائس. حتى اليهود إلى حاراتهم ما هد لهم إياها ببلادنا. موجود كل بلاد الإسلام في حارات اليهود. ما في إلا المدينة لأن سبب خانوا وغدروا، فكان سيدنا عمر أخرجهم لأنهم خانوا، فكان سبب إخراجهم. أما باقي الدول ما أخرجوهم، بس كانوا قاعدين بأدبهم وباحترامهم، ولهم ما لهم وعليهم ما عليه. يعني نحن لنا حقوقهم بالعكس. وفي يعني حتى بعضهم يصير زواج بين الطوائف، يصير زواج يأسلموا ويتزوجوا بين بعضهم. فكان هذا هيك المجتمع السوري بدنا كثير شغل بصراحة كثير عليه، إنه إن شاء الله ثورة جديدة. والله يا أستاذ أحمد نحتاج. بإذن الله. دكتورتنا أهلا وسهلا فيك، شرفتينا، وشكرا كثير لقبولك تطلعي معنا بالبودكاست على شط البحر. الله يسعدك فيصل، وشكرا للقاء الجميل، وإن شاء الله هيك دائما متألق ببرامجك وعلى شط البحر، تكون حقيقة المرة الجاي على شط البحر إن شاء الله إن شاء الله. أصدقائي أهلا وسهلا فيكم. هذا بودكاست على شط البحر، وأنا أحمد ربالة. إلى اللقاء. على موج